صباح الفل يا صديقي، حابب اكلمكم في ترند دكتورة النساء ودكتور عمرو اديب، واقول لكم ان امبارح بس صالة بنهام الالمانية باعت وحدة اضاءة مصرية عبارة عن مشكاة اسلامية، المشكاة الاهم اللي احنا كنا اخدناها على العملة المصرية من كتر اهميتها. ايوه، دي صورة المشكاة ودي صورة المشكاة اللي اتباعت. واعتقد ان عملية البيع تمت في عاصمة بيع الآثار وهي لندن. والمشكاة دي يا صديقي خرجت من مدرسة الأمير سيف الدين سرغطمش. المدرسة دي أو المسجد ده الموجود بجوار مسجد أحمد بن طولون في حي السيدة زينب. وتخيل المشكاة دي بيعت بكام يا ابو الصحاب؟ بيعت ب6 مليون ونص دولار، لا مش ونص اللي هو شبه نص جنيه، 6.5 مليون دولار. وقيل ان دي اهم وحدة اضاءة او اغلى وحدة اضاءة عالمية بيعت بهذا السعر. فحابب اقول لدكتور عمرو اديب، يا دكتور عمرو، مصر مش الثلاث حالات العاهرة اللي اتكلمت عنهم الدكتورة، ولا مصر هي اللي انت استضفتها علشان اتسرب ليها فيلم فاضح. مصر اهم من كده بكتير. احنا عاوزينك مثلا تخرج تقول لنا عن عملية البيع اللي تمت ازاي، والقطعة دي خرجت من مصر ازاي، واللي بيقال ان في تعتيم على مشتري القطعة دي، وان كنت اتوقع انه يكون من اولاد العم، لان محدش هيهتم بالعلم والتاريخ المصري غير الجانب ده. فممكن حضرتك تتفضل مشكورا، بدل ما تطلع لنا حالات تسيء للمجتمع المصري وان كانت حتى ترند، تتفضل مشكورا تتكلم عن التاريخ المصري واهميته. لما وحدة اضاءة او مشكاة موجود منها آلاف في المساجد المصرية تباع ب6.5 مليون دولار، فايه اهميتها؟ وايه اهمية ان احنا نحافظ على المازال موجود عندنا في المساجد؟ مش هقولك نحقق ونشوف خرجت ازاي او اتهربت ازاي، لان هي يقال ان هي خرجت قديما على ايد شخص فرنسي، لكن نتكلم على اهمية اثارنا المصرية، مش اهميتها المادية وبس، اهميتها التاريخية اللي بيخلي الغرب يستميت انه يشتري وحدة اضاءة عبارة عن ازازة بسيطة ب6.5 مليون دولار. يا دكتور عمرو، انا لا اقلل من شأنها ابدا، لكن التاريخ المصري كبير جدا، سواء كان تاريخ اسلامي او قبطي او فرعوني او الحضارة المصرية القديمة، علشان بتزعلوا مني من كلمة فرعوني. واذكرك في نهاية الفيديو يا صديقي ان المشكاة دي تخص مدرسة الامير سيف الدين سرغطمش الموجود بجوار مسجد احمد بن طولون، اعلى قمة جبل يشكر في حي السيدة زينب. صباحكم جميل واشوفكم على خير.